السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانس. النهارده هنتكلم عن موقع خمسات للمبتدئ. كل حاجه تخص موقع خمسات بالنسبه لك كمبتدئ مش فاهمها هنتكلم فيها في الفيديو ده. هنتكلم عن فكره موقع خمسات، هنتكلم عن اسعار الخدمات على موقع خمسات، هنتكلم كمان عن ازاي العميل بيطلب الخدمه مننا اصلا على الموقع، وهنتكلم كمان عن ازاي بنسلم الشغل للعميل، وكمان هنتكلم عن القسم الخاص بتطويرات الخدمه. ومش بس كده، هنتكلم كمان عن قسم طلبات الخدمات الغير موجوده، وكمان هنتكلم عن التسويق بالعمولة على منصة خمسات. فكرة موقع خمسات. موقع خمسات قايم بدور الوسيط بين الفريلانسرز او مقدمي الخدمات او البائعين وبين المشترين للخدمات دي اللي هم العملاء اللي بيشتروا مننا الخدمات دي. اسعار الخدمات على منصة خمسات تقدر تقدم خدمتك على خمسات بأسعار تبدأ من $5 أو $10 لو انت لسه حسابك لسه بائع جديد. هم لسه عاملين تحديث قريب عن سعر الخدمة وخلوه $10. الأول من فترة قريبة كانت سعر الخدمة بيبدأ من $5 بس، وما كانش فيه تحكم خالص لسعر الخدمة. وأما بقى لو حسابك بائع نشيط على منصة خمسات فتقدر تبدأ سعر الخدمة بتاعتك من $5 لحد $25. أما لو كنت بائع مميز أو بائع موثوق فتقدر تبدأ سعر الخدمة بتاعتك من $5 لحد $50. تطويرات الخدمة على منصة خمسات. تطويرات الخدمة على منصة خمسات هي أداة وفرصة حلوة جدا إن أنت تعمل حاجات إضافية للعميل بتكلفة إضافية، وبالتالي ربح أكتر ليك. يعني مثلا لو أنت بتقدم خدمة لوجو وحاطط إن سعر الخدمة الأساسي هو $5، فأنت بتوضح للمشتري في وصف الخدمة إن سعر $5 دول هم بس هيستلم بيهم لوجو بجودة عادية 500 بكسل في 500 بكسل مثلا. وبعدين في القسم الخاص بتطويرات الخدمة هتبدأ تضيف خدمات إضافية في القسم ده، زي إن أنت ممكن تقدم له نفس اللوجو اللي انت عملته لكن بجودة عالية 2000 بكسل في 2000 بكسل او 3000 بكسل في 3000 بكسل مقابل مثلا $10. وكمان ممكن تعمل تطوير كمان من تطويرات الخدمة، هي انك تقول له مثلا انا هعمل لك 3 نماذج من اللوجو بقيمة $10 تانية، وهكذا. فانت تقدر تضيف تطويرات الخدمة لحد 5 تطويرات بحد اقصى. فبالتالي لو المشتري اشترى الخدمة منك وعلم على اول تطويرين من تطويرات الخدمة اللي احنا قلناهم من شوية، فبالتالي سعر الخدمة بتاعك هيوصل في النهاية ل $25. سعر الخدمة الأساسي اللي هو $5، وسعر التطوير الأولاني اللي هو سعره $10، وسعر التطوير الثاني $10، فإجمالي الخدمة بتاعتك بقت $25. إزاي العميل بيشتري الخدمة بتاعتك على منصة خمسات؟ العميل بيبدأ يدخل منصة خمسات وبيبحث في القسم المخصص للخدمة اللي بيدور عليها عن الخدمة اللي هو محتاج يشتريها، عن طريق إنه بيكتب كلمات بحثية خاصة بالخدمة اللي محتاج يشتريها في مربع البحث في صفحة موقع خمسات في أعلى الصفحة، وبيبدأ يطلع له الخدمات اللي هو بيدور عليها. أو بيدخل على طول للقسم المختص لنوع الخدمة اللي هو محتاجها، وبيبدأ يقلب في الصفحات واحدة واحدة لحد ما يلاقي الخدمة اللي هو محتاج يشتريها. وطبعا كل الخدمات اللي بتطلع في الصفحة الأولى في نتائج البحث بعد عملية البحث اللي بيقوم بيها المشتري، كل الخدمات دي بتكون طبعا خدمات موثوقة اتباعت قبل كده واتعمل لها تقييم كويس، علشان كده ظهرت في المكان الأول ده غير كمان ان العميل يقدر يعمل فلتر في البحث ويختار النوع البائع نفسه ايه، سواء كان بائع جديد او بائع نشيط او بائع مميز. كمان يقدر يختار الناس او الفريلانسرز الموجودين حاليا على الموقع بحيث يقدر يراسلهم ويكون ضامن ان هم هيردوا عليه في نفس الوقت. فالعميل اول ما بيلاقي الخدمه اللي هو محتاج يشتريها على طول بيبدا يدخل على الخدمه دي علشان يعرف تفاصيل اكتر عن الخدمه. فالعميل اول ما بيدخل على لينك الخدمه بتاعتك بيكون قدامه اختيارين، اما ان هو يبعت لك رساله يعرفك تفاصيل الطلب اللي هو محتاجه بالظبط بحيث يقدر يعرف برضو اذا كنت انت هتقدر تعمله، بحيث تكونوا متفقين على كل الشغل قبل ما يبدا يطلب الخدمه بتاعته. وفي بعض العملاء اول ما بيقروا كل التفاصيل بيعرفوا ان كل التفاصيل واضحه، بيبداوا على طول يعملوا طلب شراء للخدمه بشكل مباشر. ازاي بتسلم الخدمه بتاعتك للعميل؟ بعد العميل ما بيطلب الخدمه بتاعتك على منصه خمسات لازم تاخد بالك ان في نوعين من صفحات الرسائل على منصه خمسات. الرسائل العاديه اللي هي ليها ايقونه خاصه في اعلى الصفحه فوق، وصفحه رسائل تانية خاصه بالطلب اللي العميل اشتراه منك، وبتقدر تدخل للصفحه دي لما العميل بيشتري الخدمه منك. فصفحه طلب الخدمه دي بيكون فيها الرسائل الخاصه بالصفحه دي، وهي اللي تقدر تبعت فيها الشغل بتاعك. وده معناه طبعا ان انت ما ينفعش تبعت الشغل بتاعك في صفحه الرسائل العاديه، ان صفحه رسائل صفحه الطلب نفسه بيكون في اسفل الصفحه من تحت زرار او ايقونه اسمها ارسل طلب الاستلام. المفروض ان انت بتدوس على الزرار ده لما بتبعت الشغل بتاعك للعميل وبتبعت الملفات للعميل عن طريق الرسائل اللي في الصفحه دي، وتتفق خلاص اول
او العميل لما بيوافق على الشغل بتبدأ تدوس على الزرار اللي هو مكتوب عليه ارسل طلب الاستلام، علشان بعدها على طول العميل بيجيله اشعار من منصة خمسات ان هو يستلم الطلب اللي انت بعته له. اول ما العميل بيجيله اشعار استلام الخدمة بيكون عنده في صفحة الطلب بتاعته زرار موجود في اسفل الصفحة اللي هو قبول استلام الخدمة. فاول ما العميل بيدوس على قبول استلام الخدمة على طول بتكون الخدمة انتهت بينك وبينه، وبيجيله صفحة تانية ان هو يعمل تقييم للخدمة بتاعته. وطبعا العميل ممكن يعمل تقييم او يطنش، ده دورك ان انت توجهه او تطلب منه ان هو يقيم الشغل اللي تم بينك وبينه. بتستلم ارباحك امتى من منصة خمسات؟ اول ما العميل بيوافق على قبول استلام الخدمة بتاعتك على طول الرصيد بينزل فورا في حسابك، لكن بينزل في خانة اسمها الرصيد المعلق. الارباح بتقعد في خانة الرصيد المعلق دي لمدة 14 يوم، وبعد كده بتتنقل لخانة تانية اسمها الرصيد القابل للسحب او ارباح يمكن سحبها. وكل الرصيد اللي موجود في الخانة اللي اسمها ارباح يمكن سحبها ده كل الرصيد اللي تقدر تستلمه على حسابك على الباي بال. بتستلم ارباحك ازاي من منصة خمسات؟ الطريقة الوحيدة حاليا لسحب الارباح من منصة خمسات هي عن طريق موقع باي بال. فبتقدر من خلال صفحة الرصيد تقدر تعمل طلب سحب لجزء من الارباح او الارباح كلها الموجودة في خانة ارباح يمكن سحبها على حسابك في الباي بال. واحنا عندنا في مصر طبعا اشهر فيز تقدر تربطها بحسابك في باي بال هي فيزا ايزي باي وفيزا يلا باي، ودول تقدر تجيبهم من البريد المصري. لكن طبعا الارباح المفروض انها بتجيلك على حسابك في الباي بال دولار، لكن طبعا عشان تربطها بفيزا عملتها الجنيه المصري فبتتحول على طول الفلوس بالجنيه المصري وهي نازله لك في الفيزا، عشان كده بتسحبها بسعر الصرف بتاع البنك. اما لو حابب الفلوس تنزل لك دولار في حسابك في الفيزا نفسها فلازم يكون عندك اصلا حساب دولاري ويكون عندك فيزا دولاريه، وتكون رابط الفيزا الدولاريه بحسابك في الباي بال علشان تقدر تسحب الفلوس من حسابك في باي بال على الفيزا الدولاريه بعمله الدولار نفسها. وطبعا لازم تبقى عارف ان الباي بال بيبعت رصيدك او ارباحك اللي موجوده على الموقع دي كل اول شهر بشكل اوتوماتيك، وفي الحاله دي ما بيخصمش منك رسوم ارسال. اما لو انت عملت طلب يدوي ارسال في اي وقت في خلال الشهر غير اول الشهر او غير الطريقه الاوتوماتيك اللي بيبعت بيها فبيخصم منك رسوم بسيطه. طلبات الخدمات الغير موجوده على منصه خمسات. طلبات الخدمات الغير موجوده على منصه خمسات ده قسم منصه خمسات عاملاه علشان العميل لو ملقاش خدمه بيدور عليها بيبدا يدخل القسم ده وبيبدا ينشر حاجه زي بوست او طلب بيقول فيه تفاصيل الحاجه اللي هو محتاجها، وبيبدا بعد كده الفريلانسرز او البائعين او مقدمي الخدمات كل واحد يدخل يقول العرض بتاعه ويقول ان هو هيقدر يعمل الحاجه اللي العميل طالبها وبسعر كذا، بحيث العميل بعد كده بيشوف واحد مناسب من الفريلانسرز المقدمين على الشغلانه بتاعته وبيختاروا علشان ينفذ الشغلانه دي. لكن لازم تاخد بالك ان قسم طلبات الخدمات الغير موجوده على منصه خمسات المنافسه فيه بتكون شديده جدا، وده بسبب ان كل الفريلانسرز المبتدئين على منصه خمسات بيكونوا محتاجين يجيبوا اول عميل ليهم، فبالتالي بيلاقوا صعوبه اصلا في الخدمات اللي هم بينزلوها بشكل مباشر على الموقع، لان اغلب اللي بيدخل القسم ده من الفريلانسرز هم الفريلانسرز المبتدئين، لان الاسعار بتاعه الخدمات اللي بينزلها العملاء بتكون قليله جدا او المنافسه الشديده اللي بين الفريلانسرز وبعضهم. لكن كل ده طبعا في سبيل ان هو يقدر يجيب اول عميل، علشان كده تقدر تجرب وتدخل بنفسك وتكتشف القسم ده. مستويات البائعين على منصه خمسات. البائعين او مقدمي الخدمات او الفريلانسرز ليهم مستويات محدده وترقيات المفروض ان هم بيحصلوا عليها لما بيتموا او بيكونوا اتمموا عدد طلبات معينه في البروفايل الخاص بيه، وكل مستوى طبعا له خصائص ومميزات مش موجودة في المستوى الثاني. فأول مستوى من مستويات البائعين على منصة خمسات هو البائع الجديد. والبائع الجديد له ان هو يقدم 5 خدمات بس كحد أقصى بسعر خدمة بيبدأ من $5 لحد $10 بس، وكمان يقدر يضيف تطويرات الخدمة لحد حد أقصى 5 تطويرات وبسعر $100 للتطوير الواحد. تاني مستوى من مستويات البائعين على منصة خمسات هو البائع النشيط. تترقى من بائع جديد لبائع نشيط لما تكون أتممت بيع 10 طلبات على منصة خمسات. والمميزات اللي بيحصل عليها البائع النشيط على منصة خمسات هو انه يقدر يضيف عدد خدمات بحد اقصى 10 خدمات وبسعر بيبدأ من $5 لحد $25، وبرضه يقدر يضيف تطويرات للخدمة بحد اقصى 5 تطويرات وبسعر $100 للتطوير الواحد. وثالث مستوى من مستويات البائعين على منصة خمسات هو البائع المميز، وبتترقى من بائع نشيط لبائع مميز لما تكون اتممت بيع 50 طلب على منصة خمسات، لكن بشرط الخدمات دي تكون عملتها بتقييم 4
4.5%. والمميزات اللي بيقدر يحصل عليها البائع المميز على منصة خمسات هو انه يقدر يضيف لحد 25 خدمة كحد اقصى بسعر خدمة يبدأ من $5 لحد $50. وكمان يقدر يضيف 5 تطويرات للخدمة بتاعته بسعر يبدأ من $200 للتطوير الواحد، بالإضافة طبعا لأولوية في الدعم الفني. وآخر وأهم نوع من مستويات البائعين على منصة خمسات هو البائع الموثوق، وبتترقى من بائع مميز لبائع موثوق لما إدارة خمسات تشوف ان انت تستحق الترقية دي. معنى ذلك ان إدارة خمسات بس هي اللي بتحدد ان انت تترقى من المستوى ده للمستوى ده، يعني الموضوع ده بيتم عن طريق منصة خمسات نفسها. فالنوع ده بالذات بيتم تحديده من طرف إدارة منصة خمسات نفسها، وبتاخد في الاعتبار طبعا سلوكك على الموقع واحترافيتك في تقديم الشغل بتاعك ووجودك المستمر على الموقع وتقييماتك برضو في المقام الأول. أما المميزات اللي بيقدر يحصل عليها البائع الموثوق على منصة خمسات هو انه يقدر يضيف خدمات بعدد غير محدود على منصة خمسات وبسعر بيبدأ من $5 لحد $50. كمان برضو يقدر يضيف 5 تطويرات للخدمة بتاعته على منصة خمسات بسعر بيبدأ من $200 للتطوير الواحد، بالإضافة برضو لأولوية في الدعم الفني. وكمان بيحطوا لك زي بادج أو شارة كده في البروفايل بتاعك ان انت بائع موثوق. التسويق بالعمولة على منصة خمسات. موقع أو منصة خمسات عندها نظام تسويق بالعمولة بيسمح لك ان انت تشتغل او تعمل تسويق للخدمات الموجودة على منصة خمسات وتكسب مقابل العميل اللي انت بتدخله على منصة خمسات. موقع خمسات بيديك $2 على كل عميل بيسجل على الموقع وبيشتري واحدة من الخدمات الموجودة على منصة خمسات. يعني معنى كده لو العميل اشترك عن طريقك او عن طريق اللينك التسويق بتاعك وما اشتراش اي خدمة من الخدمات الموجودة فانت مش هتاخد $2. وبرضه لازم تكون عارف ان انت برضه لو حد اشترك عن طريقك في الموقع واشترى لحد حتى 10 خدمات فانت بس هتاخد $2 بس، لان موقع خمسات بيحاسبك على العميل مش على عدد الخدمات اللي العميل بيشتريها. حتى لو العميل اشترك عن طريقك واشترى 100 خدمة برضه هو ما انت بتاخد $2، لان انت خدت $2 على اشتراك العميل ده في الموقع وان هو اشترى احد الخدمات الموجوده، اشترى خدمه زي اشترى 10 زي اشترى 100. فلو شايف انها حاجه مجزيه ليك او شايف ان انت مش قادر تقدم خدمات على منصه خمسات فتقدر تعمل تسويق للخدمات المميزه الموجوده على منصه خمسات وتكسب $2 مقابل كل عميل بيسجل وبيشتري واحده من الخدمات الموجوده على المنصه دي. فتقدر تجرب وتشوف النتيجه معاك عامله ازاي. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن منصه خمسات وازاي بنشتغل وبنكسب من منصه خمسات فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه علشان يوتيوب يفهم ان انت مهتم بنوع المحتوى ده، فبالتالي يبدأ يجيب لك المحتوى اللي احنا هننزله بعد كده. في نهاية الفيديو احب اقول لك بالتوفيق ليك، سلام.